السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض صفحة 60-61 من كتاب الأضواء مادة الإنجليزي الصف الأول الإعدادي. نمبر 1 يا شباب هتقول له sign. نمبر 2 هتقول له bride، العروسة. خلاص، هو بيقول لك هنا اقرا لكم الاسئله. بيقول لك ذا برايد اند ذا جروم، العروسه والعريس شود ساين، لازم ان هم يوقعوا ماريج كونتراكت اللي هو عقد الزواج، تو ماري عشان يتجوزوا. ذا برايد، العروسه لوكد بيوتيفول، بتبدو جميله، ان هير وايت دريس، في الفستان الابيض. داد يوجولي، الاب عاده هاز فيش اند رايس، ات ذس هتقول له ايه؟ ريستورانت، عنده سمك وارز في المطعم، بيعمل لنا سمك ورز. طب فريده فريندس، اصدقاء فريده gave her lots of gifts، اصدقاء فريده منحوها الكثير او العديد من الهدايا. the little boy asked her father، الولد الصغير سأل والده for some money to buy sweets، على بعض الفلوس عشان خاطر يشتري حلوى. طب in my opinion، من الرأي يعني happiness means to have strong، هتقول network. طيب نمبر 7 هتقول له relatives، اللي هي الأقارب. we invited، احنا دعينا all our relatives اللي هي كل الأقارب. هنقول هنا our guests اللي هي المعازيم. enjoyed، استمتعوا. the dinner، بالعشاء. my mom، الميد اللي والدتي عملته أو اللي ماما عملته. the wedding will take place on Thursday، حفل الزفاف هيكون إن شاء الله يعني في مكان ما يوم يوم الثلاثاء، يوم الخميس. طيب هنا بيقول لك بشرى بوت بيوتيفول، هتقول جولد. نيكليك، عقد ذهبي. طيب هنا بتقول زميل، هنا الوجبة رقم 12 هتقول له ويندو، شباك. رقم 13 هتقول له ميت اب. رقم 14 هتقول تراديشنال. نمبر 15 هتقول له اول. احنا كده حلنا صفحة 60، ننتقل لصفحة 61. نمبر 1 هتقول له فوتوغرافر، هو مصور فوتوغرافي. نمبر 2 هتقول له فروم. نمبر 3 هتقول له كونتراكت اللي هو عقد الزواج. نمبر 4 هتقول له سويت. نمبر 5 هتقول له تيك. نمبر 6 هتقول له جروم. نمبر 7 هتقول له دريس. نمبر 8 هتقول له تو. نمبر 9 هتقول له سيليبريت، احتفال. نمبر 10 هتقول له سيرفيس، خدمه. نمبر 11 هتقول له براكتس، لا مش براكتس، اسمها بريسليت. نمبر 12 هتقول له 4. وهنا رقم 13 هتقول له كيك. ورقم 14 هتقول له ستاندينج. خلاص يا شباب، وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. مع السلامه.